الحقونا يا جماعة، لا الحقونا بجد والله العظيم، الموضوع بقى اوفر 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 يعني. المهم، انا طبعا زهقت من الطبيخ حقيقي، بجد زهقت من حاجة اسمها طبيخ اصلا وخلاص، ما مش عايزة اشوف اي حاجة كده، عايزة اجيب حاجة من بره. قلت لجوزي انا عايزة طبعا يعني اي اكل من بره كده، اجيب لنا كل واحد سندوتشين شاورما ولا حاجة. قال لي ايه؟ انت بتقوليها عادي كده؟ بقول له فيها ايه يعني؟ ايه سندوتشين شاورما يعني المشكلة يعني؟ فقال لي انت عارفة سندوتش الشاورما بقى بكام دلوقتي؟ المهم قلت له عادي يعني ايه، ب30 جنيه مفيش مشكله 30 جنيه. قال لي ايه 30 جنيه؟ ايه ده ب50 جنيه، ده ب48 جنيه سندوتش الشاورما اللي انت بتقولي عليه، اللي انت بتقولي ده عليه ده. يعني انت عايزه لك سندوتشين وانا سندوتشين وابننا سندوتش، يبقى انت كده خربتي الميزانيه خالص. قلت له لا لا لا، أنا ما كنتش اعرف الاسعار كده خالص، لا لا. لو بص بقى، قمت قلبت كده في الفريزر لقيت صدرين. يعني انا عامه، احنا 3 افراد، انا وابني وجوزي، لما بنجيب الفرخه بنقسمها على يعني 3 ارباع ماشي. وبسيب الربع ده، الربع اللي هو الربع الصدر في الفريزر. بصراحه كان عندي صدرين زي ما انتم شايفين كده، قمت مطلعاهم ومقطعاهم زي ما انتم شايفين، شرايح طوليه كده ماشي. لو وصلت معايا دلوقتي اضغطوا لايك على الفيديو واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس، تمام. عايزه اقول لكم عملت يعني، والله العظيم 3، انا ما اشتريتش الا علبتين زبادي. كان عندي عيش شاورما في الفريزر، وعيش كان عندي 3 كريبات في الفريزر، و3 عيش شاورما في الفريزر بالعدد بالظبط. اشتريت 2 زبادي بس. جبت كده علبة الزبادي ونزلت عليهم بقى بملح وفلفل اسمر، شوية بهارات وشوية بهارات فراخ ماشي. ونزلت كمان بشوية كزبرة ناشفة يعني وكده. وتوم باودر لو عندك، بابريكا، فلفل اسمر، اي بهارات عندك تمام، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر، كده ماشي. نزلت هنا بحبة من البابريكا، يعني نزلت كمان بالبهارات اللي عندي كلها، وحبة زيت وحبة خل وعصرة ليمونة ماشي. هي دي التتبيلة بتاعت الشاورما، بصراحة بتبقى تحفة جدا جدا. تمام زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي ان انا اقلب بقى هنا يعني الخليط ده كله مع بعضه كده، وانزل بقى الشاورما فيه، تقعد حوالي ساعة. انا عايزاها تقعد ساعة في التتبيلة دي، تمام. هسيبها ساعة، وبعدين بقى هنشوف هنعمل ايه. انا هعمل التومية عبال ما الفراخ كده تتبل كده وتبقى حلوة. التومية على فكرة اسهل مما يمكن، والله العظيم تعمل في البيت تحفة قوي. بعملها بطريقة زي المحلات بالظبط جدا، مفيش اي فرق ماشي. جيب كده حلة سخنانة خالص او طاسة او اي حاجة، انزل كده كوباية مية، وهنزل بكام فص توم كده، يعني براحتك بقى، التوم على حسب رغبة. بس انا بحب التومية هي عبارة عن توم يعني. نزلت معلقتين نشا، وهبتدي ان انا اقلب الكلام ده كله على البارد. تمام، اول كده ما الخليط معايا يتقل، هقوم مقلبه كل شويه، اقلب لحد ما يبقى معايا قوام مهلبيه تقيل قوي. عارفين قوام المهلبيه التقيل خالص ده؟ هو ده اللي انا عايزاه. التوم هيستوي كده تمام مع المهلبيه وهيضربوا في الخلاط كلهم، اصبروا بس. تمام، هو كده تمام، مفيش اي حاجه، هتسيبه بس يبرد دقيقتين. وهبتدي اجيب بقى الخلاط بتاعي هنا، وهبتدي انزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه المهلبيه التقيل ده خالص، بالثوم كده ماشي. تنزل بقى بعلبة الزبادي. علبة الزبادي ديت يعني علبتين الزبادي ب7 جنيه تقريبا، تمام. هبتدي بقى انزل بعلبة الزبادي، ما عندكيش الزبادي حطي مايونيز، تمام قوي. بس هو الزبادي بيديلها طعم حلو قوي. تمام، هنزل كده بعصرة ليمون ومعلقة خل، تمام. هنزل بقى بالملح بتاعي، وهضربه في الخلاط، وبعد ما يتضرب كويس جدا جدا هنزل كده ب3 او 4 معالق زيت، يعني انتوا زي وهو بيتضرب في الخلاط، تمام. بس كده، هي ده بقى التومية، تحفة تحفة بجد. في ناس بقى بتحط لها ملح ليمون والكلام ده، بس انا بصراحة يعني انا حطيت ليمون وحطيت الملح عادي يعني، ما عنديش ملح ليمون. فهو ده قوام التومية، لسه هيتقل على فكرة لما يبرد. يبقى احنا كده خلصنا بقى من التومية كده، هركنها على جنب، وهنجيب بقى الطاسة. هنزل كده معلقتين زيت، وهبتدي ان انا ايه اسخن الطاسه كويس جدا. عايزه كده الفراخ اول ما تنزل تعمل تش، انتوا عارفين الصوت ده؟ يعني عشان اخد صدمه كده، الفراخ ما تنزلش ميتها وتنشف معايا، لا انا عايزه كده الفراخ تاخد صدمه على نار عاليه ماشي. هجيب كده بصلتين متوسطين، هقطعهم جوليان رفيع قوي، تمام. ده هيكتر لي طبعا الكميه بتاعه الشاورما. لو عندك بقى فلفل الوان تمام قوي، عندك فلفل الوان حطي.
بيديها طعم حلو قوي قوي. ما كانش عندي بصراحه، ما كانش عندي اي فلفل في التلاجة، فاستكفيت بالبصل. طبعا انا حاطه التتبيله وحاطه الملح، مش هحط اي حاجه تاني خالص. واحط البصل كمان، البصل هياخد من طعم التتبيله والملح والكلام ده، مش هحط اي حاجه ابدا. تمام كده. هبتدي بقى انا اشوح هنا الشاورما كده كويس، واسيبها بقى ايه, تستوي. هي بتستوي على طول على فكره، لان انا مقطعها صغير خالص. هنا بحمر بطاطس عادي، ايه شاورما وكريب معاها بطاطس، يعني ما اقولكوش بقى تحفه يعني. ابتدي بقى انا بصوا، كان عندي 3 كريب. لو فاكرين المره اللي فاتت لما كنت عامله كريب ستريبس، فاكرين؟ كان فايض عندي 3 كريب كده، قمت حطاهم في الفريزر، طلعتهم زي ما انتم شايفين لحد ما فكوا خالص. وهبتدي ان انا اعملهم. وكان عندي برضو 3 شاورما، 3 برضو عيش شاورما برضو في الفريزر طلعته. وكان عندي جبنه موتزاريلا، او جبنه اللي هي الميكس دي. تمام. هبتدي بقى ان انا احط هنا ايه الشاورما عندي مع التوميه. طبعا ما عندي، مش عايزه تعملي توميه ما تعمليش يعني، ممكن تحطي كاتشب، ممكن تحطي مايونيز، براحتك. بس انا بحب طعم التوميه قوي قوي في السندوتش السوري، يعني حاسه انا عايزه اكل كده من بره. قلت بقى ان انا اعمل التوميه، بتبقى تحفه، بحبها قوي. جبت كده الجريلا بتاعتي. هبتدي بقى ان انا احطها كده معلقتين من زيت البطاطس، نقتصد بقى في الزيت، مش كل شويه زيت على الملع على بطال يعني. وهبتدي بقى انزل بقى بالكريب كده، ياخد صدمته على كل اتجاه. هعمل بقى السندوتش التاني، او الكريبايه التانية. هحط بقى هنا فيه بطاطس، عشان جوزي بيحب البطاطس قوي في الكريب وفي في الشاورما. انزل كمان بجبنه ميكس. وهبتدي عندك بقى احطي بقى كاتشب، حطي مايونيز، اي صوص عندك حطي، مفيش اي مشكله يعني. ابتدي بقى ان انا ايه اقلب كده الكريبايه كده على الوش التاني، واحط بقى الكريبايه التانية. ماشي. بس كده البطاطس تمام. كمان اتحمرت معانا، هشيلها. هحشي بقى بها سندوتشات، واللي يتفضل ناكله كده بالكاتشب وكده، تبقى تحفه يعني. الاكله دي ما كلفنيش اي حاجه خالص خالص. انا كل ما اجيب فرخه يا جماعه بشيل منها ربع الصدر. ليه؟ لان احنا 3 افراد، فكل واحد بياخد ربع. ماشي. بيتفضل ربع يتيم، بقوم حاطاه في الفريزر. وهكذا كل ما اجيب فرخه اقوم حاطه ربع في الفريزر، لحد ما تكون لي ما شاء الله صدرين. وكمان في صدر كمان لوحده، قاعد لوحده في الفريزر، لسه سايباه برضه لوحده. هنشوف له اي اكله، ممكن نعمل نجرسكو في يوم كده ولا حاجه. فقلت بقى ايه، ما بديهاش بقى. انا كنت فاكره ان الشاورما لسه في محلها، او مثلا لسه في السعر بتاعها. قلت بقى خلاص، كل واحد نجيب كل واحد ايه سندوتشين شاورما يعني. لقيت خلاص، لقيت الكريب يا جماعه ب60 جنيه، والشاورما داخل على 50 جنيه. طب ايه ده، ايه ده، في ايه يا جماعه؟ يعني اللي عايز ياكل سندوتشين بس شاورما هيتخرب بيته ب100 جنيه لوحده. انت اكلت ب100 جنيه لوحدك وانت قاعد يعني، او 100 وحاجة وانت قاعد. ما يعني لو انت عندك مثلا 3 4 اطفال عايزين كل واحد سندوتش او كده، وعندك مراتك كمان عايزة تاكل كمان، يبقى كده اتخرب بيتكم رسمي. تاكلوا 400 500 جنيه شاورما وكريبات وكده بس. نعملها في البيت بكل نظافة وكل حاجة. وعايزة اقول لكم بيبقى نفس الطعم، والله العظيم مش مختلف خالص. نفس الطعم بتاع بره ونفس كل حاجة. طبعا قدمت معاها كاتشب. هنا كنت عامله 3 كريبات وتلات ايه تلات 3 شاورما. ونزلت بقى معاها كاتشب، رحت اشتريت كاتشب من اللي هو الطويل ده، مشي، وتوميه ومخلل وشويه بطاطس من باقيين. شايفين بقى جمال؟ تحفه تحفه قسما بالله، تحفه بجد. ولا اي اختراع، ولا ننزل نشتري ولا الكلام ده. خلاص وداعا للشراء، وداعا ان احنا نشتري اصلا حاجه من بره تاني خالص. بلاها يا جماعه، نعمل حاجه في البيت، والله العظيم تحفه. والله بجد يعني عايزه اقول لكم، يعني جوزي انبسط قوي قوي قوي. جه اصلا من الشغل بيقول، قلت له انا هناكل اي حاجه. جه من الشغل لقى الموضوع ده، لا ايه ده يعني، انتي عملتي ده ازاي والكلام ده. فقلت له لا، انا كنت مخبيه كده كيس كده فراخ والكلام ده، فعملته بيه. بصراحه كان حلو قوي قوي، وانبسط. وكمان احنا انبسطنا كمان، واكلنا وشبعنا وما دفعناش ولا مليم عادي يعني. اقتصدوا. شوفوا اللي انتوا عايزين، ممكن تعملوا بطاطس بس على فكره، مش لازم شاورما يعني. تمام. بس كده، هو دي اكلتنا النهارده، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تحطوا لايك.